طريقتها سهله وبسيطه جدا جدا. بدل ما بالغالب تشتريها، هتعمليها وفي تلاجتك هتركنيها او تخزنيها. بما اننا داخلين على شهر رمضان الكريم، كل عام وانتم بالف خير. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بالف خير. بصوا يا حبايب قلب، هنعمل مع بعض مربى الجزر بطريقه جميله جدا جدا. طريقتها سهله وبسيطه وهخليكي محترفه فيها. هتعملي كميات كبيره هقولك على الطريقه، هتعملي كميات قليله هقولك برضو على الطريقه. هنصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف فيديو النهارده عملناه ازاي. بصوا يا حبايب، هنجيب كيلو من الجزر. انا اشتغلت بكيلو واحد من الجزر، وبعدين جبته وغسلته كويس جدا جدا ونضفته. وبعدين هتبداي تشيلي منه الاقماع بتاعته او القاع بتاعه دوت، وتنضفيه من اي شوائب فيه. وبعدين تجيبي المبشره بتاعتك وتبشري كميه الجزر الموجوده معاكي، سواء كان بقى معاكي كميه كيلو او كيلو ونص او 2 كيلو، ايا كان الكميه اللي هتشتغلي بيها او العدد اللي انت عايزه تعمليه من برطمانات مربى الجزر. بس هقولك على اضافات جميله جدا جدا تعمليها او تضيفيها، تخلي المربى معاكي بطعم بصراحه جميل جدا جدا. بصوا يا حبايب قلبي، ده البشر الجزر بوريكم دلوقتي. انا بشرته لازم يكون بشر ناعم، ما تحاوليش انت تبشريه بشر خشن. تمام. تبشريه بالشكل دوت كده زي ما انت شايفه. خلص بقى كميه الجزر اللي معايا، وهقول لكم دلوقتي هنعمل فيه ايه. بعد ما ببشره كله واخلص الكميه كلها، بكون محضره معايا كوبايتين من السكر. طبعا عشان ما انا عامله قيمه كيلو من الجزر، هحط له كوبايتين ونص من السكر. طبعا احنا بنتكلم عن مربى، مش بنعمل ايا كان حاجه تانية هتحسبي كميه السكر او تقلليها. لا، يعني مربى يعني حاجه حلوه، حاجه سكرها عالي جدا. فهنحط كوبايتين ونص الكيلو الجزر. تمام. هضيف بقى كوبايتين ونص من السكر، السكر الحبيبات العادي الموجود في كل مطبخ، او سكر التموين اشتغلي بيه عادي مفيش اي مشكله. هضيفه كده معاكم، وبعدين هقلب كميه الجزر بالسكر واغطيه واسيبه للصبح. الكلام ده انا شغاله فيه من بالليل، هتعمليه الصبح هتسيبيه بالليل. تمام. المهم ان هيفوت عليه حوالي 12 يعني مش اقل من 12 ساعه. تمام. هنسيبه بقى لحد ما يشرب كمية السكر، وتبدأ تنزل السوائل بتاعته كلها. طبعا الجزر بيمتص السكر وينزل كمية المية اللي فيه كلها. بعد كده هقول لكم على الاضافات اللي هنضيفها تاني يوم بقى قبل ما نولع عليه البوتاجاز عشان نسويه. بصي يا حبيبه قلبي، الاضافات بتاعتنا هتجيبي بشر برتقانه. لو انت عندك برتقان فريش هتجيبي المبشره وتبشري كده البرتقانه، وتاخدي البشر بتاعها وتضيفيه على الجزر بتاعك. ما عندكيش او انت بتشيلي بشر البرتقان من السنه لسنه في الفريزر، او موجوده عندك بودر. خدي بالك، بودر بشر البرتقان مفيش مشكله خالص ان انت ممكن تضيفيه، بس بيدينا